قضيتنا هاد النهار هذا كتدينا لمدينة الدار البيضاء، وتحديدا في حي البرنوصي. كانت واحد المقبرة قديمة مهجورة ما كيدخلها حتى واحد من غير القطوط، والناس اللي كيمشيو كيقطعوا الطريق في العشية. ولكن في واحد النهار في 2018 واحد الشاب كان غادي يزور القبور ديال امه، وشم ريحة غريبة، وعينيه طاحوا على واحد المشهد ما يتنساش. واحد الجثة ديال راجل مشدود ديالو، مكبلين له يديه ورجليه ووجهه كله دم، ويديه مربوطين بواحد السلك ديال الضو، طايح في وسط ديك المقبره هذيك بحال شي كلب مرمي. هنا الراجل تصدم، ما عرف شنو غادي يدير. هنا شنو دار؟ بقى كيغوت. جاو الناس تجمعوا عليه، عيطوا للبوليس. جاو البوليس والتحقيقات بدات هنا، وكل شيء كان كيسول شكون هو هذا الراجل، شكون اللي صفاها له، واش شي قطاعين الطرق هما اللي صفاوها له، ولا هذه جريمه فيها شي سرد فين. ولكن المفاجاه الكبرى ماشي في كيفاش مات، المصيبه كانت علاش مات وشكون قتلو. ايوا دابا خليكم معايا وسيروا خذوا شي كويز ديال القهوه ولا كويز ديال الاتاي وجلسوا وسمعوا معايا التفاصيل ديال هاد القضيه هادي. كانوا ساكنين واحد الكوبل، جواد ومراته نجاة، ناس على قد الحال، مهم عايشين مزيان، ما خاصهم خير، ما عندهمش وما خاصهمش. جواد راجل في الاخر ديال الثلاثينات ديالو، خدام في واحد المحل ديال الكونتربوند، راجل معروف بالنيه وما كيبانش عليه الخبث، راجل مزيان بالشهاده ديال الجميع، الناس كامله كتبغيه. نجاة كانت واحد المراه اللي في البدايه ديال الثلاثينات ديالها، كانت صغيره شويش على جواد، كانت حتى هي بنت طيبه الله يعمرها دار، الناس كيشكروها ومزيونه في الصفه ديالها. مزوجين هادي 7 سنين ومازال ربي ما رزقهمش بالوليدات. هي كانت دائما كتحس بالوحده وكتقول يا ربي يجيب لنا شي وليدات اللي يعمروا علينا الدار ديالنا. داز السنين وما رزقهمش الله، وحتى واحد فيهم ما قدر يقول ثاني يلا نمشيو عند شي طبيب باش يشوفوا واش المشكل منها ولا منه. المهم بقات نجاة عايشه على داك الحال هذاك داك السنين كامله، ولكن كل مره بحال ولات كتحس بالملل. اصلا جواد كيقيل في الخدمه ديالو النهار كامل، ما كيجي حتى التالي ديال العشيه، كيدخل عيان من الخدمه، كيدوش كياكل، وفي الاغلب ديال الاحيان كيدخل كينعس في حالاته. نجاة نهار مور نهار ولات باغا الاهتمام، باغا شي واحد اللي يهتم بها، لانها ولات قنطانه في الدار نهار كامل. ها هي دي في الدار بوحديتها، واخا كتخرج كتمشي عند الجاره ولا تمشي عند العائله، ولكن داك الاهتمام العاطفي هو اللي كانت مفتقداه اكثر. مره كان كيتردد عليهم للدار صاحب جواد اللي الاسم ديالو سعيد، شاب 35 سنه في عمره، انسان اللي خلوق طيب، اعزاز زين عليه بجوجهم، حسبهم بحالهم بحال خوتو، ونفس الشيء حتى هما حاسبينه بحال خاهم. هو كان خدام في واحد الخدمه اللي بسيطه، كان المهم كيجمع مسكين ريال على ريال باش يدوز نهارو. ساكن في واحد الحي شعبي مع الام ديالو، مراه كبيره. الاب ديالو مات وهو صغير وخلاه هو اللي هاز المسؤوليه ديالو وديال الام ديالو. كان كينوض الصباح بكري كيمشي، المهم كيخدم خدمته، كيبدا يبريكولي هنايا وهنايا باش يجيب لمو ما تاكل وحتى هو باش ياكل، ولا مشى شرب هكا قهوه ولا المهم شي ساندويتش ولا شي حاجه المهم خفيفه هكا. ولكن حتى هو كان حاس براسو بانه ما عايش، كان محتاج، باغي يتزوج، باغي يدير اسره، باغي يدير حتى هو وليدات، ولكن الظروف ما كتساعفوش لانه ما عندوش الامكانيات باش يدير حتى هو دارو ويستقر. واحد النهار في التالي ديال العشيه سعيد مشى داز عندهم للدار بلا ما يتصل بجواد في التليفون، محيت كانت التالي ديال العشيه، وقال راه 100% غادي يكون داخل دارو.
فاش صونا في الباب نجاة حلات له الباب على اساس حتى هي صحابها راجلها هو اللي صونا في الباب. حلت الباب هنا سعيد شاف فيها واحد الشوفه. هذيك الشوفه علاش؟ لانها كانت لابسه واحد البيجامه خفيفه عليها وما دايراش الزيف على راسها. سعيد تفاجأ بها، عمرو ما شافها محيده الزيف، وكما قلت لكم هي واحد المراه اللي زوينه. ما حش براسو ويقول لها شحال زوينه، هي شافت في واحد الشوفه وهبطت عينيها لتحت، وهو يقول لها يلا بسلام عليك، ورجع مع الطريق ومشى في حالته. ولكن هو فاش رجع لدارو ما قدرش ينسى داك اللحظه هذيك وداك الشوفه. وكذلك نجاة حتى هي، وبقات مع راساتها كتقول انا راجلي عمرو ما قال لي بانني زوينه، ولا سولها كي داير هاد النهار ولا عطاها الوقت. فعلا هو راه نهار كامل هو خدام على راسو ضارب تماره باش يجيب لها طرفه الخبز، ولكن راه حتى شويش ديال الاهتمام راه مهم باش الراجل يعطيه لمراتو. ونفس الشيء بالنسبه للمراه، حتى هي تهلا في راجلها وتعطيه الوقت ديالو، ولا سيما هي راها مراه باقي فيها الحياه، باقي فيها العاطفه، باغيه تحس بشي احساس ديال الحب، احساس مختلف. ونهار مور نهار داكشي ما بغاش يزولها من البال ديالها، بحال سعيد اللي حتى هو بقات حفرانو في الراس ديالو نهار وليل كيخمم هي فيها. حتى لواحد النهار الشيطان زيغو ومشى لعندها للدار بالنهار، وعارف بان جواد داك الساعات كان في خدمته. طلع عندها صون عليها في الباب، حلت له الباب. فعلا هي تفاجات، ما كانتش كتنتظرو بانه يجي عندها، ولكن في الدخلاني ديالها فرحات وضحكات له. مني ضحكات له بحال شجعاتو، وهو يهضر معاها، بقى كيهضروا من لهنا لهنايا شخبار. في واحد الساعه وهو يقول لها واش يمكن لك تعطيني النمره ديال التليفون ديالك، راني بغيت نهضر معاك. هي بدون تردد بحال كانت كتسناه يقول لها عليها. عطاتو النمره ديال التليفون وقالت له دابا سير قبل ما يشوفك شي واحد من الجيران ويقولها لجواد. جوا قال لها انا اصلا صاحبو، انا كنجي عندكم مره راهم الجيران عارفيني. قالت له لا، انت كتجي في التالي د العشيه، دابا هذا راه وسط النهار، الناس راه تمشي تشك في شي حاجه، وحنا اصلا راه ما بيناتنا حتى حاجه. المهم كتضحك على راسها، او المهم كدير مسها بحال ما فهماتش. السيد فعلا مشى خدا النمره ديال التليفون ومشى في حالاته، بقى كيتصل بها. النهار الاول فاش اتصل بها السلام عليكم، المهم كانت الامور زعما هفتش خبار، ما كانش زعما شي حاجه اللي مغرقه. من بعد ولاو كيهضروا في الواتساب حتى وصلوا لتوحشتك ما توحشتك من لهنا لهنايا، حتى داك الهضره هذيك غادي تجرهم بجوج لواحد الطريق اللي مسدود. علاقه اللي ما بداتش من فراغ، هي بدات من نقص عاطفي من جهتها هي، من جهه واحد الراجل اللي حس حتى هو بانه اخيرا لقى اللي تفهموا. المهم مرة مجوجه وهو عاوتاني، المهم ظروفه ما كتسمحلوش بانه يتزوج. المهم بحال الامر كان لا بالنسبه لها هي ولا بالنسبه له هو مزيان مرتاح، ولكن القلب ملي كيتبع الطريق الغلط راه دائما النهايه كتكون ماشي سعيده. نهار مور نهار رسائل كثرات والكلام ولا اكثر جرأة، حتى رجعت العلاقه بين سعيد ونجاة علاقه كامله، ما بقاش غير نظرات ولا هضره خفيفه. نجاة ولات كتكذب على راجلها جواد كل مره. شنو كتقول له؟ مره كتقول له بانها غادا عند امها، مره كتقول له بانها ماشيه للطبيب، مره كتقول له راها ماشيه عند شي صاحبتها، وهي في الواقع كانت كتمشي تلاقى مع سعيد مره في بيوت الكرا ومره عند شي دار اختو. وسعيد نهار مور نهار كان كيزيد يتعلق بها اكثر من اللازم، لانه شاف فيها الحياه الجديده اللي كان كيتمناها، وخلى راسو عايش واحد الوهم اللي كبير. حتى صافي
ولا ما بقاش كي يغيزوني، ما بقاش كي يعرف راسو شنو كيدير ولا شنو ولا حتى شنو كيقول، ونسى العشره اللي بينو وبين صاحبو، ونسى صاحبو ديال الصغار. وبقات يقول لها علاش انت باقا مع راجلك؟ جوا قال لها انا كنبغيك، خصنا نتزوجوا. قال لها غادي نديك واخا يوقع اللي وقع. هنا نجاة بحال كانت المهم هي كتقول له اياه، كتقول له وكتجاوبوا بواحد الكلام اللي حلو، ولكن الصراحه في الداخلاني ديالها هي ما كانتش مستعده تفرط في دارها ولا في راجلها ولا في العيشه اللي هي عايشاها، خصوصا ان جواد كانت الحاجه اللي كتبغيها كيوفرها لها، وعنده حتى المدخول ديالو مدخول لقار، وعطيها حتى قيمه قدام الناس. هنا سعيد بدا كيضغط عليها، وحتى منين كانت كتحاول تهرب وحاولت بانها تنهي العلاقه ديالها معاه، كان هو دائما كيتبعها وكيبدا يرغب فيها، وبعد شي مرات كيبقى يبكي قدامها كاع. مره حتى ولا كيفقد السيطره على راسو. شي مرات ولا كيقول لها شتي الا ما درتيش حل معايا انا غادي نمشي عند راجلك، عند صاحبي ونعاود له كل شيء، حيت انا ما بقيتش قادر نعيش في هذه الكذبه هذه، يا نزوجو يا غادي نفرقع كل شيء. هنا نجاة صدمات وخافت ومشات عند اختها اللي كانت عارفه بالعلاقه ديالهم، وقالت لها راه شنو كاين وها شنو كاين، راه باغي يخرب لي حياتي كامله، واحد باع حالو راه ما عنده ما يخسر. من داك النهار شنو دارت؟ قررت نجاة بانه خصو يسكت وباي ثمن. شنو مشات دارت؟ شوف العقل ديالها شنو قال لها دير. بقاوت الطيبوبه ديال راجلها، وكانت عارفه بان جواد ما يقدر يدير لها حتى شي حاجه. مشات حكات لراجلها على التهديد وحكات له على كل شيء، ولكن هي قالت له ما كنتش انا كنمشي معاه بخاطري، انا كنت كنمشي معاه تحت التهديد. هنا جواد تقهر سي نورمال كاي راجل، وما استحملش يسمع ان مراته كانت مع راجل واحد اخر. والاكثر من هادشي كله وهو ان هذا الراجل هذا شكون هو صاحبه، وناوي يفضح كل شيء ويشوههم كاملين. هنا بدات الخطه، بدات من واحد اللقاء اللي كان فيه باين بحال الا بغيتي نقولوا مفاهمه، زعما غادي يتفاهموا، ولكن في الحقيقه هذا كان فخ كبير. جواد اتصل بسعيد وقال له نتلاقاو في شي قهوه باش نتفاهموا على هذا الشيء اللي واقع بينك وبين مراتي. دابا انا نجات عاودت لي الحقيقه كامله، ودابا خصنا نشوفوا حل. جا سعيد قال له شوف اسمعني غنقول لك جوج كلمات، انت فعلا صديقي ديال الصغر وعزيز عليا، ولكن نجاة عندي بالدنيا كامله، وراه ما غادي يفرقني عليها غير نموت، يا اما غادي نطلقها ونتزوج بها، يا اما غادي نفضح كل شيء ونشوهكم. انا اصلا ما عندي ما نخسر، ما عندي لا ولد لا بنت لا مرأة. هنا جواد زاد خاف ومشى عند مراتو وقال لها شتي الفضيحه فين حطيتينا، دابا شنو غادي نديرو؟ جات هي قالت له اصبر غادي نجلسوا ونخطوا وغادي نلقاو حل. وفعلا داكشي اللي دارو. هزت التليفون ديالها وصيفطت له واحد الميساج، قالت له شوف راني انا وجواد بغينا نتلاقاوك، راه جواد بغا يدير الحل اخيرا. هنا سعيد ما صدقش راسو، بقى تيقول مع راسو صافي غادي ترجع لي، اذا راها باغا تكمل معايا الطريق، اذا راه غادي يطلقها وانا غنتزوج بها. فعلا داو رونديفو مع بعضياتهم، وكان نهار الخميس مع 9 ديال الليل. فعلا سمير خرج من عند اختهم حيت كان مغدي عندها وبقى عندها تما حتى جا الوقت ديالو رونديفو. المهم لبس عليه وتقاد ودار الكاسكيطه ودار الريحه وخرج فرحان وكيقول صافي انا نجاة غادي ترجع لي غنتزوج بها. هو صافي اقتنع بان هي ما بقاتش ديالو، ما بقاتش كتبغيه، وهو ما عارفش شنو مخبع له في داك الليله هذيك.
فاش وصل لتما جواد كان مخبي في الظلام، كان في اليد ديالو واحد السلك ديال الضو، وكانت حداه نجاة ما فيهاش قطره ديال الدم. المهم خايفه سي نورمال. سعيد فاش وصل لتما وقرب، نجاة مشات لعندو، باين عليها كتحاول تهضر معاه. المهم هي بشويش جات هي قالت له سعيد شوف سمح لي راه الامور خرجات من يدي. وهو كيسولها كيقول لها دابا شنو كتقولي، فين هو راجلك؟ حيت هو كان راجلها كان مخبع في الظلام ما شافوش. هنا جواد خرج عليه من داك القنت المظلام وبكل قوه، بداك القوه ديالو معه، هو كان سمين شويش، طيحوا للارض وخنقوا بداك السلك هذاك حتى مشات الروح ديالو. نجاة هنا بقات هي كتشوف، ما قدرت لا تهضر لا تكلم لا والو، هي كتبكي وحتى الغوات ما يمكن لهاش تغوت، وبقات كتقنع راسها بانه كان خاصو يسكت لان الحياه ديالها غادي تدمر. جواد مشى هز الجثه دارها في الطوموبيل ومشى لواحد المقبره مهجوره ولاحها تما وهز مراسو ومشاو للدار بحال حتى شي حاجه ما كاينه. شنو بقى زعما كيقول لها شوفي ما تخافي من حتى شي حاجه، اصلا هما غادي يسحابهم منين لقاو الجثه الشرطه ولا الناس غادي يسحابهم هذيك المقبره هذيك حتى واحد ما كيدوز منها، غيسحابوهم هي شي واحد راه بغا يسرقوا وقتلوا. داز 3 ايام بعد الجريمه، وكان هذاك نهار الحد مع 7 ديال الصباح. واحد الراجل كبير كيسكن حدا داك المقبره هذيك كان خارج يدي واحد الكليب عنده كيدور به، وفاش قرب من واحد الركنه تما وهي كتبان له واحد الحاجه بحال الجثه ديال شي بنادم. مشى بشويش بدا يقرب وهو يلقى شي رجلين باينين تحت واحد الغطاء ديال البلاستيك، بحيث هما داروه في واحد البلاستيك عاد هزوه داروه في الطوموبيل. هنا السيد وقف في بلاصتو ما عرف شنو يدير، تشوكا وناض كيجري للدار وعيط للبوليس. فجاو رجال الامن لقاو الجثه ديال سعيد بدات تحلل شي شويش لانها 3 ايام دازت على الجريمه، ووجهو فيه اثار ديال الخنق بالسلك والعروق باينين كحلين، ما كانش معاه لا بطاقه وطنيه لا والو، ولقاو الهاتف ديالو في الجيب ديالو. فاش حلو التليفون هما يلقاو اخر ميساج ديال نجاة اللي صيفطات له، هذاك هو الميساج الوحيد اللي لقاو، اما الميساجات الاخرين كاملين كانوا ممسوحين. ولكن هاد الحاجه هي اللي نسات نجاة ما دارتهاش. شنو في داك الميساج؟ وهو البلاصه فين خصهم يتلاقاو داك النهار هذاك، فين داروا يتلاقاو حدا داك السوق اللي قلت لكم قديم. والغريب من الامر بانهم هما كانوا كيقولوا وفاش سولوا داروا المهم التحريات ديالهم نجاة وراجلها عرفوا بان داك الحومه هذيك ما فيهاش الكاميرات، بحيث حومه شعبيه وقديمه محال واش يكون فيها شي كاميرا. ولكن الغريب وهو انها كانت كاميرا قديمه تما وسجلات الفيديو كتبين سعيد من يدخل الزنقه وما خرجش منها، ومن بعد 20 دقيقه خرجت واحد السياره صغيره غريز اللي كان فيها جواد وسكانير اللي شدو وحده واحد الحاجه ملفوفه بالبلاستيك. البوليس رجعوا لمكان الجريمه وداروا تحليل ديال لادين البقع ديال الدم اللي لقاو تما، وكانت مطابقه للحمض النووي ديال سعيد. الجثه كان باين عليها الخنق واثار ديال الحبل باينه على العنق مع نزيف داخلي. داروا تشريح طبي وتاكدوا بان الوفاه وقعت ما بين 9:15 و10 ديال الليل، وبلغوا العائله ديال سعيد باش يجيو يتعرفوا عليه. وهنا كانت الصدمه الكبرى ديال الام ديالو والاخت ديالو. من بعد ما تهدنات الام والاخت ديالو واحد شويش، البوليس هنا بداو كيحقوا معاهم وكيسولوهم واش سعيد كانت عنده شي مشاكل مع شي واحد ولا شي صداع. الام ديالو اكدت لهم بان ولدها كان انسان طيب ماشي ديال صداع، كان انسان اللي كيسمح في الحق ديالو باش ما يجبد صداع مع حتى شي واحد. وفي نفس الوقت البوليس مشاو للإدارة العامة
وسجلات السكان، ودخلوا الاسم ديال نجاة والرقم ديالها باش يعرفوا العنوان ديالها. وفعلا عرفوا العنوان ديال الإقامة وشكون هو راجلها وشنو خدام. هنايا مشى واحد الفريق من رجال الأمن عندهم للدار حتى وقفوا عليهم. مع 7 ديال الصباح دقوا في الباب. نجاة مشات كتحل وهي مزروبه لان هذيك 7 ديال الصباح شكون اللي غيجي عندهم؟ جواد كيشرب القهوه ديالو. الناس المهم جالسين بحال حتى شي حاجه ما وقعات. البوليسي قال لهم صباح الخير، يلا تمشيو معايا. هنايا بقات نجاة كتسولهم علاش وكيفاش، المهم بحال المهم زعما دافعه داك السنطيحه هذيك بحال ما دايره حتى شي حاجه السيده. فعلا مشات معاهم وجواد تبعهم بالطوموبيله ديالو. في مركز الشرطه دخلت نجاة لغرفه التحقيق ووجهوها المحققين بالمكالمات والرسائل اللي كانت بينها وبين سعيد. قالوا لها عندنا دلائل بانك كنتي اخر وحده تواصلتي مع الضحيه وكنتي غاديه تلاقاي به داك النهار هذاك، شنو وقع في داك الليله؟ نجاة نكرات قالت لهم فعلا انا كنت غادا نتلاقى به ولكن ما جاش، وانا رجعت لدارنا وسديت الموضوع. ولكن البوليسي راه ما غاديش يقتنع بهاد الهضره هذه، لانهم اصلا هما كانوا شادين الكاميرات اللي في الزنقه ديال داك الحومه هذيك الشعبيه كتبين بان سعيد دخل الزنقه وما خرجش منها. من بعد داكشي دخلوا جواد اللي كان باين عليه التوتر وما كانش كيعرف حتى يجاوب بنفس الثقه اللي عند نجاة. هنا سولوا البوليسي قال له واش كتعرف سعيد؟ قال له كنعرفو، هذا راه صاحبي من الصغر وانا راني مصدوم فاش سمعت بانه تقتل. جا هو قال له راه كان مره كيجي عندي. قال له شنو وقع في داك الليله هذيك؟ عاود لنا، واش انت كنتي مع مراتك؟ فاش كانت دايره معاه؟ جا هو قال له لا انا مراتي مشات فعلا قالت لي بانها خارجه عندها شي سخر على برا، لكن دغيا رجعات وجلسنا انا ومراتي داك الليله هذه كنا كنتفرجوا في واحد الفيلم. هي نفس الكلمات اللي قالتهم نجاة، هما كانوا متفقين يمكن على هذا الشيء قبل، نفس الجمله نفس التوقيت. هنا البوليس بداو كيضغطوا على جواد حيت جواد هو اللي كان موتر ومعصب. هنا بقى كيهضر معاهم هضره اللي خاويه، بدا كيقول لهم انا ما دخلتش في شي حاجه، هي اللي قالت لي دير هادشي. المهم بقى كيهضر هضره ما عندها لا راس ولا رجلين. ولكن مع الضغط ديال البوليس وهو كينهار وكيعترف بالجريمه كامله وكيفاش وقعت. ومن بعد 3 سوايع ديال التحقيق نجاة هي اللي انهارت وبدات كتبكي واعترفت على راسها وعلى راجلها اللي اعترف حتى هو على راسه وعليها، وبدات كتقول لهم قتلناه. سعيد كان باغي يفضحني، كان باغي يقول جواد اننا كنا على علاقه وانا خفت نخسر راجلي ونخسر داري، جيت انا قررت باش نصارح راجلي ونقول له الحقيقه باش نلقاو الحل. وكملت لهم المهم كيفاش داروا حتى قتلوه بجوجهم. من بعد اشهر من التحقيقات والجلسات الكثيره اللي حضروا فيها شهود العيان، خبراء الطب الشرعي، رجال الامن، العائله ديال الضحيه، المحكمه عرضت الادله، رسائل صوتيه، الكاميرات، الاعترافات ديال نجاة وجواد، تقرير الطب الشرعي، الوفاه بسبب الخنق، تمثيل الجريمه اللي داروها قدام الشرطه. الحكم على نجاة كان 15 سنه سجنا نافذا. علاش؟ بحيث المشاركه في القتل العمد والمساعدة في إخفاء الجثة وعدم التبليغ عن الجريمة. جواد 25 سنة سجنا نافذا، ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وطمس معالم الجريمة وإخفاء الجثة في مكان غير مرخص. هنا كنخرجوا بواحد الموعظة: حذاري من الإهمال. الزوجة راها ماشي غير شريكة في الحياة، هي راه امان وسند ورفيقه درب. الاهمال والصمت كيديروا واحد الفجوه كبيره بين الزوجين وكيخلي القلب يميل لواحد الطريق خاطئ. الاهتمام الحقيقي هو الكلام والصدق،
هما اللي كيبينوا الثقه وكيبعدوا الخيانه اللي كتكسر القلوب وكتدمر عائلات بزاف. ما تخليش الشغل ديالك او مشاكلك ينسيوك في شريكة الحياة ديالك. راه الحب خاصو رعاية كل يوم، وإلا غاب الاهتمام غادي يجي وقت للقلوب كتبتعد فيها والقلب كيموت. خليك ديما حاضر، تسمع وتعطي من وقتك. راه السعادة كتبدا من هنايا، ولكن هذا راه ماشي مبرر بأنها نجاة تخون راجلها. لأن علاش؟ شوف هادشي فين وصل، ولأنه أصلا خيانة حرام. كان يمكن لها تطلب الطلاق، كان يمكن لها تجلس وتهضر مع راجلها ويلقاو شي حل وسط. هنا كنوصلوا لنهاية الحلقة ديالنا، وكنقول لكم مشاهدي الكرام وأعزائي وأحبابي في الله، بسلام عليكم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، وباي باي.